حكاية القهوة ليه بقت غالية كده؟ كل يوم الصبح ملايين من الناس حول العالم بيبدأوا يومهم بحاجة بسيطة، كوباية قهوة. بالنسبة للبعض ده روتين يومي، بالنسبة لناس تانية راحة، لكن عند كتير جدا هي ضرورة لا غنى عنها. إنما تعالى أقول لكم الكوباية دي اللي أنت ماسكها دلوقتي حصلت لها حكاية غريبة قوي. أكيد لاحظت إن قهوتك اللي بتشتريها كل يوم بقت أغلى بكتير، السعر زاد وأكتر من 10% السنة اللي فاتت بس يا ترى إيه السبب؟ القصة دي بتبدأ من المزارع البعيدة وبتلف العالم كله. أول محطة معانا في البرازيل اللي بتنتج حوالي 70% من قهوة العالم. هناك مزارع اسمه جواو أوليفيرا شاف بعينه مصيبته لما جاله الجفاف شديد في سنة 2021. كان متعود كل سنة يجيب حوالي 1000 كيس قهوة، لكن السنة دي بالكاد جاب 700 كيس، وبعدين الصقيع اللي جه فجأة بوظ اللي فضل من المحصول. وزارة الزراعة في البرازيل قالت إن الخسائر كانت بالمليارات، والرئيس جاير بولسونارو وعد المزارعين بالدعم، بس الصدمة كانت كبيرة. مش بس البرازيل، كولومبيا كمان اللي كانت بتعتبر تاني أكبر منتج للقهوة في العالم واجهت مشاكل كبيرة. الأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية قللت الإنتاج بحوالي 20%. العلماء في جامعة كولومبيا الوطنية بقيادة البروفيسور كارلوس مولينا قالوا إن ظاهرة النينيا هي السبب، ودي ظاهرة مناخية بتأثر على الطقس في أمريكا الجنوبية كلها. نروح بقى لأثيوبيا، البلد اللي فيها بدأت زراعة القهوة وأكبر مصدر لأرابيكا الفاخرة. المزارعين هناك بقالهم فترة بيكافحوا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي ممكن تقلل الأراضي اللي ينفع تتزرع فيها القهوة بحوالي 60% بحلول 2050. الدكتور تادس جيرما عالم المناخ الأثيوبي حذر إننا ممكن نفقد نص الأراضي الصالحة لزراعة البن لو الوضع استمر كده. وبالرغم ان رئيس الوزراء ابي احمد بدأ مبادرات لزراعة محاصيل تتحمل التغيرات دي، لكن التحديات لسه كبيرة جدا. فيتنام اللي بتطلع حوالي 17% من القهوة في العالم وبتعتبر أكبر مصدر لقهوة روبستا، كانت بتواجه تحديات تانية. الحكومة الفيتنامية بقيادة نغوين شوان فوك حاولت تدعم المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات اللي زادت بشكل كبير بسبب التضخم العالمي. النتيجة الإنتاج قل بنسبة 15% والسعر في السوق العالمي زاد. طبعا مش هنقدر نلوم الحكومات ونلوم بس جشع التجار على النقطة دي، ولكن هي نتيجة تغيرات في المناخ عالمية على كامل الدول اللي بتنتج لنا القهوة. كمان في نقطة مهمة جدا احنا مش واخدين بالنا منها، وطبعا جائحة كورونا لعبت دور كبير في تعقيد الأمور. تكاليف الشحن زادت بشكل ضخم أكتر من 50% في السنتين اللي فاتوا. حتى شركة ميرسك أكبر شركة شحن في العالم بلغت عن ارتفاع كبير في تكلفة تشغيل سفنها. نقل القهوة من المزرعة للكوباية عمره ما كان أغلى من كده. سوينسكو الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك قال إن اضطرابات سلاسل التوريد لسه موجودة، وده مسبب مشاكل في حركة القهوة حوالين العالم. وفي وسط ده كله تكلفة حبوب القهوة الخضراء نفسها زادت بحوالي 15%، وده طبعا خلى تشغيل المحامص أصعب وأغلى. مثلا شركة ستاربكس اللي عندها أكتر من 33 ألف فرع في العالم اضطرت ترفع أسعارها كذا مرة عشان تقدر تواجه التكاليف دي. رئيسها التنفيذي كيفن جونسون قال إنه بيحاولوا يوازنوا بين جودة القهوة وسعرها، بس الوضع مش سهل خالص. التكاليف التشغيل زادت 7%، وده خلاهم يرفعوا الأسعار في أمريكا وأوروبا. محمصة ستاب تاون كافيه وفي سياتل اللي بقت معروفة في كل حتة بقهوة الروسترز المختصة بتاعتها، إيميلي روبرتس رئيسة التحميص هناك بتقول إنهم رغم كل حاجة لسه ملتزمين بجودة القهوة العالية، حتى لو ده معناه إن الأسعار هتزيد شوية. روبرتس بتقول إنهم اضطروا يرفعوا الأسعار بنسبة 12% في 2023 عشان يقدروا يغطوا تكاليف الشحن والمكونات اللي بتغلى كل يوم. وما ننساش تأثير المناخ اللي بيغير شكل الدنيا في مناطق إنتاج القهوة. العلماء في منظمة الأرصاد الجوية العالمية في جنيف بقيادة الدكتور أنا مولر أكدوا أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ممكن يقلل من المساحات اللي بتتزرع فيها القهوة بنسبة تصل ل 50% بحلول نص القرن. تقرير المنظمة لسنة 2023 كان صادم، بيحذر من تدهور جودة المحاصيل وانخفاض الإنتاجية لو الوضع استمر بالشكل ده. وفوق ده كله
الأجور العالية وزيادة الإيجارات وتكلفة الحاجات الأساسية زي اللبن والسكر، كل ده بيساهم في زيادة سعر القهوة. في مدن زي نيويورك وسان فرانسيسكو الكافيهات بلغت عن زيادة 25%. بلو باتل كافيه اللي عندها أكتر من 100 فرع في أمريكا وآسيا زادت الأسعار بنسبة 15% في بعض الفروع عشان يقدروا يواجهوا الزيادات دي. سوق القهوة العالمي اللي تقدر ب 102 مليار دولار في 2023 بيكبر. رغم التحديات دي شركات زي دانكن دونتس وبلو باتل كافيه وستاربكس بتتعامل مع الوضع الجديد ده، بس الموضوع حساس جدا. ومع ارتفاع الأسعار كل قرار بيتم من المزرعة لحد ما الكوباية توصل إيدك بقى له أهمية كبيرة. ستيفن بيلو الرئيس التنفيذي لشركة دانكن قال إنهم بيواجهوا صعوبات كتير بسبب التكاليف المتزايدة، لكنهم بيحاولوا يحافظوا على توازن بين الجودة والسعر. عشان كده المرة الجاية وانت بتشرب قهوتك الصبح افتكر دي مش مجرد كوباية قهوة، دي حكاية عن الصمود والتكيف والرحلة المعقدة اللي جابتها لإيدك. السعر ممكن يكون بيزيد بس حكاية القهوة لسه ما خلصتش. وفي النهاية لو كوباية القهوة اللي في ايدك بقت اغلى من المعتاد، افتكر ان ده مش مجرد زيادة في السعر، دي نتيجة مغامرة كبيرة بتبدأ من مزارع صغيرة في البرازيل او اثيوبيا وبتعدي على شواطئ فيتنام وبتنتهي في الكافيه اللي جنب بيتك. القصة ورا كل رشفة قهوة دلوقتي مليانة تفاصيل عن المناخ، الاقتصاد والشحن البحري. وعشان كده كل مرة تشرب قهوتك افتكر انك بتشارك في حكاية عالمية. فيا ترى مستعد تشرب القصة دي لحد آخر قطرة؟ ولو عجبتك القصة دي ما تنساش تشارك الفيديو وتقول لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة فاجأتك عن رحلتنا مع القهوة، وخليك دايما مستعد لان الرحلة دي لسه ما انتهتش. شكرا لكم.